السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا بون. فكرتها زي السينابون بس دي النسخة الحادقة بتاعتها. طبعا طعمها بيبقى حلو جدا وبتبقى جميلة قوي للولاد للمدرسة او للعشاء او للحفلات الاعياد ميلاد. هي كمان احلى واسهل من الميني بيتزا. تعالوا نشوف الطريقة بتاعتها وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هنحط كوبايتين لبن دافي، ممكن يبقى لبن بس او كوباية لبن على كوباية مية، وهنحط معاهم معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة وهنقلبهم مع بعض وهنسيبهم على جنب 10 دقايق لغاية الخميرة ما تبدأ تنشط. بعد ال10 دقايق بتبدأ الخميرة كده تعمل فقاقيع على الوش. هنحط عليهم معلقتين كبار زبدة سايحة وبيضة. الزبدة السايحة والبيضة واللبن في العجين بيخلوا العجين طري جدا، بتبقى النتيجة بتاعتهم فعلا حلوة جدا. هنقلب بقى الخليط بتاعنا ده مع بعض كويس قوي ونبدأ ننزل عليهم بالدقيق بالتدريج. مقدار الدقيق بتاعنا هنا هيبقى 4 كوبايات. زي ما بقولكوا دايما في العجين الدقيق يبقى منخول. الحتة دي بتبقى برضو مهمة قوي علشان العجينة بتاعتنا تبقى كلها ملمسها ناعم، ما يبقاش فيها كده كلاكيع او حاجة. هنبدأ نحط العجين بتاعنا بالتدريج ونبقى كده بنقلب بالمضرب بتاعنا او بايدينا او معلقة خشب، ايه الاسهل لنا. هنفضل كده نقلب لغاية الدقيق بتاعنا ما يبدأ يتشرب مع المكونات السائلة اللي كنا حاطينها في الاول. هنحط معاهم دلوقتي معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة زعتر ناشف، وهنبدأ بقى بايدينا كده نعجن العجين بتاعنا لغاية ما يلم معانا. احنا مش هنحتاج ان احنا نعجنه مدة طويلة. المقادير دي بتبقى كويسة جدا في ان هي ما بتتعجنش كتير، يدوب بس كده تبدأ تلم معانا وهي بتبقى ملزقة في الاول، بس ده طبيعي من الزبدة والبيض. هنغطي العجين بتاعنا ونسيبه يخمر. على ما يخمر هنبدأ نعمل صوص الطماطم او صوص البيتزا. هنجيب الطماطم بتاعتنا، يفضل طبعا تبقى حمرا، ونبدأ نعمل كده بالسكينة حرف اكس بالشكل ده، مش للاخر، لغاية ربع الطماطماية كده. نعمل خط من هنا وخط من هنا علشان نعرف نقشرها بعد كده ونحطها في مية تكون مغلية. هنسيبها كده في المية المغلية حوالي 5 دقايق لغاية القشرة ما تبدأ تتشال معانا. احنا مش بنسويها، احنا مجرد بس بنعمل الخطوة دي علشان نعرف نقشرها بسهولة. دي بتبقى الطريقة الصح للصوص الإيطالي المظبوط. بعد 5 دقايق بنبدأ نلاقي كده القشر بتاع الطماطم بيبدأ يتشال. هنشيلها من المية المغلية وهنحطها في مية ساقعة علشان ما تتهريش. زي ما قلتلكم مش عايزين نسويها او نهريها، عايزين مجرد بس نعرف نقشرها بسهولة. بعد ما هنطلعها من المية الساقعة نسيبها كده تهدى شوية ونبدأ كده نقشرها. شايفين اهي القشرة بتتشال بمنتهى السهولة. نشيل القشر كله. المفروض ان احنا عايزين اللحم بتاعها بس من غير ولا القشر ولا البذر اللي موجود فيها. هنشيل كده كل القشر منها وهنجيب السكينة بتاعتنا ونقسمها بالنص ونبدأ نشيل البذر اللي موجود جوه كده بالمعلقة بتاعتنا. ممكن ان احنا نكحته كده بالراحة خالص، وممكن برضو ان احنا نقسمها بالنص ونشيله برضو بسهولة. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها وبعد كده نبدأ نضربها. بعد كده هنحط عليها 4 فصوص توم، وهنحط شوية ريحان لو موجود فريش نحط، لو مش موجود يبقى الناشف. وهنبدأ ان احنا نفرمهم. ممكن نستعمل الكبة او الخلاط او الهاند بلندر اللي موجود عندنا. المهم ان احنا نفرمها، بس مش عايزين نزودها مية علشان تبقى تقيلة، عايزين بس كده لحم الطماطم بتاعنا. وهنبدأ بقى نسبكها شوية على النار. هنحط لها شوية زيت زيتون. زيت الزيتون في البيتزا بيبقى حلو جدا. وهنحط عليهم صوص الطماطم بتاعنا وهنسيبها بقى لغاية ما تتسبك، مش اقل من 45 دقيقة. هنحط معاها شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بصل باودر ومعلقة صغيرة من السكر علشان ما تبقاش حامية علينا ويديها كده تسكيرة حلوة. هنقلب كل ده مع بعض كويس وهنوطي عليها النار ونسيبها حوالي 45 دقيقة لغاية ما تبدأ تتسبك وتتقل معانا اكتر.
وادي دلوقتي الصوص بتاعنا جاهز. طبعا صلصة البيتزا دي نقدر نستعملها لأي نوع بيتزا، بتبقى حلوة جدا وبتدينا نفس الطعم اللي احنا بناكلها في المحلات. وادي العجينة برضو خمرت، بنبدأ كده نهبطها بايدينا بالشكل ده وننقلها للكاونتر اللي هنشتغل عليه، بس طبعا نرش تحتها دقيق ونرش كمان من فوقها دقيق، وهنبدأ بس كده نضغط عليها بايدينا كويس بصوابعنا كده لغاية ما نبدأ نفردها. انا سبتها تخمر ساعة، فلما بنسيبها تخمر كويس بنلاقيها بتتفرد معانا بسهولة. ممكن نجيب النشابة بتاعتنا كده ونبدأ ان احنا نفردها. هنعملها الاول بالعرض، بعد كده نعملها بالطول علشان نخليها على شكل مستطيل. نحاول ان احنا نرفعها كده برضو بالسمك ده، ونحاول نخليها كلها مقاس واحد علشان تتلف معانا بسهولة. وهنحط عليها دلوقتي صوص البيتزا بتاعنا. طبعا لازم ان احنا نحطه وهو دافي، ما يبقاش سخن قوي. هنبدأ كده نفرده، ومش عايزين نكتر جامد، حاجة بسيطة كده منه. نحط معلقة ونبدأ نفردها كده بالشكل ده لغاية ما نوزعه على البيتزا بتاعتنا كلها او على العجينة بتاعتنا كلها. ممكن بقى ان احنا نحط عليه اي حشوة احنا عاوزينها، شوية لحمة مفرومة او سلامي او اي حاجة احنا عاوزينها. انا هستعمل شوية بيكن، ده طبعا بيكن حلال مقطعاه كده شرايح رفيعة. برضو البيكن بيدي طعم حلو قوي وبيتباع في اي سوبر ماركت. وهنحط شوية فلفل رومي وشوية زيتون وشوية طماطم، اي حشوة احنا عاوزينها، ممكن تونة، ممكن سوسيس، بسطرمة، اي حاجة. وهنحط شوية جبنة موتزاريلا، برضو نكتر كده الجبنة الموتزاريلا بتديها طعم حلو قوي. وهنبدأ ان احنا نلفها كده بالشكل ده. وبرضو مهم جدا لما نيجي نفردها ان نبقى رشين تحتها شوية دقيق كده كويسين، علشان لما نيجي نعملها رول تبقى بتتلف معانا بسهولة وما بتبقاش بتلزق مننا في الكاونتر وتبوظ. فبرضو رشة الدقيق اللي تحت العجين مهمة قوي، بأكد عليكم فيها. برضو واحنا بنلفها لازم نبقى بنضغط كده عليها علشان نحكمها كويس وتطلع كلها كده قطعة واحدة. نبقى دايما احنا حاطين ايدينا في شوية دقيق ونبقى بندوس كده عليها علشان ما تلزقش معانا برضو، وتبقى كده بتتقفل معانا كويس. بعد كده بالسكينة بتاعتنا هنبدأ نعملها قطع. ممكن اول قطعة كده نحطها على جنب، احنا بقى اللي ناكلها كده، بنحب احنا الحاجات الصغيرة دي، ونبدأ نقطعها قطع، وكل قطعة نقطعها. هنبدأ كده ان احنا نظبطها ونسويها كده كويس، نبقى بايدينا كده بنظبطها ونتأكد ان الحروف بتاعتها متقفلة كويس كده بالشكل ده. وننقلها على صينية يبقى فيها ورقة زبدة، او صينية ندهنها بشوية زيت او سمنة. بعد كده هنرش برضو شوية دقيق، وكل مرة واحنا بنقطع ممكن ان احنا نبدأ نظبط العجين كده بايدينا علشان نتأكد ان هو متقفل كويس، ونلفه كده بالراحة خالص ونبدأ نقطع. برضو السكينة بتاعتنا مهم ان هي تبقى حامية علشان ما تقطعش العجين وتبهدله، لا عايزين ننزل عليها كده مرة واحدة تقطعها لنا على طول. ونظبط القطعة برضو بتاعتنا كده بالراحة وننقلها على الصينية. وطبعا كل الرول بتاعنا ما بيصغر شوية كل ما ممكن ان احنا نمسكه كده برضو ونقعد نظبطه نقلب فيه كده علشان يبقى متساوي، وعايزينها بعد كده تطلع دايرة كده كويسة. كل ما بيصغر برضو بيبقى التحكم فيه اسهل والقطعة بتطلع معانا مظبوطة اكتر. نظبطها كده برضو وننقلها على الصينية لغاية ما نخلص الكمية كلها. ممكن ان احنا نستعمله كده على طول، بس ندهنه كده بصفار بيضة معاها شوية لبن علشان يدوله لون حلو. وممكن ان احنا نحط عليه جبنة موتزاريلا. انا عن نفسي ما بحطش على الوش جبنة موتزاريلا، بكتفي بالجبنة اللي في النص. بس لو عايزين تحطوا ممكن نحط كده شوية صغيرة اختياري، وندخله على فرن يكون سخن على درجة حرارة 200. بتاخد سوا من 10 ل 15 دقيقة، مش اكتر من كده علشان العجينة بتاعتنا ما تنشفش، وبرضو بتحمر كده وتاخد لون حلو. ادي بعد ما استوت طعمها بيبقى فعلا حلو جدا. انصحكم تجربوها هتعجبكم قوي. وهحط لكم برضو اللينك بتاع طريقة البيتزا الإيطالية العادية. العجينة دي مش عجينة بيتزا، بس صوص البيتزا. هحط لكم لينك البيتزا الإيطالية لو عايزين برضو تجربوها هتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وجربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم. شكرا.